في لحظة كده بتلاقي نفسك واقف في طريق مش طريقك وماشي في سكة مش سكتك، بتعمل حاجات مش من طبعك، بتقول كلام مش شبهك، وبتتمنى دايما انك ترجع بالزمن تلاقي حد يقولك خلي بالك. الطريق ده اخره مش حلو، او التصرف ده هتدفع تمنه غالي. بس في كل مرة الصدى الوحيد اللي بترد بيه الايام هو جملة واحدة بس: محدش قال لي. كل واحد فينا عنده قصة محدش قال لي، قصة قرارات خدها لوحده في لحظة ضعف أو قلة خبرة، قرارات فرضتها عليه الحياة، زي ما بتفرض عليك العاصفة والمطر إنك تجري عشان تحمي نفسك. بتلاقي نفسك بتكذب عشان تحافظ على علاقة، أو بتسرق من فرحتك عشان تديها لحد تاني كنت فاكر إنه ممكن يستاهل. بتدوس على أحلامك عشان لقمة العيش. كل تصرف من دول بيسيب جواك كسر صغير. في كل يوم بنقابل ناس بتتصرف بغرابة، اللي بيبيع مبادئه بسهولة، واللي بيجرح في أقرب الناس ليه من غير حتى ما يرمش بجفت. بنحكم عليهم بسهولة وبنقول دول وحشين من غير ما نعرف إنهم في الحقيقة مجرد ضحايا لموقف أو لظرف أو لضغوطات ما قدروش يتحملوها. يمكن هما كمان كانوا بيتمنوا حد يقول لهم اوعى تعمل كده، بس ما حدش قال لهم. محدش قال لي مش مجرد جملة، هي صرخة من روحك وهي بتدور على حد يرشدها، على ايد تطبطب او حتى على علامة بسيطة في طريقها. صرخة بتقول انا اسف على كل اللي عملته، بس الحياة هي اللي اجبرتني على كده. هي اعتذار لناس جرحناهم، واعتذار لنفسنا قبل اي حد تاني. في النهاية يمكن يكون اقصى عقاب مش اللي بيديه لينا المجتمع، ولكن هو الصوت اللي جوانا، الصوت اللي بيفضل يردد في كل لحظة ضعف: محدش قال لي. بنخرج للعالم والمجتمع بيبص علينا كأننا كتاب مفتوح، بيقرأ العنوان وبيحكم على المحتوى من غير ما يشوف تصرفاتنا ويقرر إذا كنا كويسين ولا لأ. بس اللي ما بيشوفوهوش إن كل تصرف مننا كان نتيجة تراكمات، نتيجة ظروف صعبة وضغوطات نفسية وقصص عمرها ما بتتحكي. بيشوفونا لما بنغلط بس ما بيشوفوش الظروف اللي جبرتنا على الغلط ده. بيشوفونا لما بنكذب بس ما بيشوفوش إن الكذبة دي كانت آخر حل عشان ننجو ونتعافى. بيحكموا علينا دايما بالمظاهر من غير ما يعرفوا إن كل قرار صعب خدناه كان وراه معركة نفسية وصراع داخلي، يمكن يكون استمر شهور ويمكن سنين. المجتمع بيعمل نفس الغلطة دايما، بيحكم على القشرة من بره وبينسى لب الموضوع، بيشوف النتيجة وبينسى الأسباب، بيشوفنا كأننا أبطال أو أشرار في قصة بسيطة، ولكن الحقيقة إننا شخصيات معقدة جدا في حكايات متشابكة عمر ما حد شافها من البداية. يمكن يكون ده تمن وجودنا في الدنيا، إننا نتحاكم على أفعالنا من غير ما حد يحس بينا، أو إننا ندفع تمن غلطات كانت في الحقيقة نجاة لينا. يمكن محدش قال لي مش نهاية الطريق، يمكن تكون بداية جديدة، بداية إحنا اللي بنرسمها وبنحط فيها قواعدنا الخاصة. لما بنقع مش لازم نفضل مكسورين، ممكن نلملم نفسنا ونقوم أقوى من الأول. مش مهم المجتمع شاف إيه، المهم إحنا عملنا إيه بعد ما وقعنا. الحياة هتفضل تفرض علينا حاجات صعبة، وهتفضل مخليانا دايما في مواقف ما كناش نتخيلها، وعمر ما كنا نفتكر إننا ممكن في يوم من الأيام نتعرض لها. بس الاختيار دايما في إيدينا، يا إما نضعف ونتغير للأسوأ، أو نفضل ثابتين زي صخرة بيضربها موج البحر القوي العنيف، بس بتفضل مكانها، بتتحمل كل ضربة وكل ضغط وعمرها ما بتتغير. قوتنا الحقيقية مش في إننا ما نغلطش، ولكن في إننا نرجع لمبادئنا بعد ما نغلط، نرجع لإنسانيتنا، عشان في النهاية كل ما حدش قال لي هي فرصة لينا إننا نكون حد قال لي، لنفسنا ولغيرنا، إننا نتعلم من أخطائنا وناخد قراراتنا اللي جاية بوعي أكبر. هو ده الصح.
بالتأكيد إنك تثبت على المبادئ في ظل الضغوطات هو أصعب اختبار ممكن يواجهه أي إنسان. ده مش مجرد اختبار، ده صراع يومي بين اللي انت بتؤمن بيه واللي بيفرضه عليك الواقع. الصخرة ما بتفضلش ثابتة بسهولة، هي بتتعرض لموج عنيف جدا، ممكن تتأثر وتتغير ملامحها، بس أصلها بيفضل صلب. ده بالظبط اللي بيحصل للإنسان. ممكن الظروف تغير شكله من بره، تخليه يتعامل بطريقة مش شبهه أو يقول كلام ما كانش يتمنى يقوله، لكن طالما القلب لسه ثابت على مبادئه وطالما النية اللي جوه هي المحافظة على جوهر الموضوع، يبقى هو لسه صامد. الثبات على المبادئ بيحتاج قوة أكبر من مجرد الرفض، بيحتاج إيمان عميق بأن اللي بتعمله هو ده الصح حتى لو كل اللي حواليك بيقولوا عكس كده. بيحتاج شجاعة عشان تقف لوحدك وتتحمل نظرات المجتمع اللي بيشوفك دايما كأنك غريب. ولكن في النهاية القوة دي هي اللي بتخليك قادر تتجاوز كل ما حدش قال لي، وتحول كل كسر فيك لنقطة انطلاق جديدة وقوية وأصدق. الثبات ده مش مجرد صفة، هو فعل يومي من مقاومة ضد الإغراءات اللي بتقولك السهل دايما هو اللي أحسن، والمقاومة ضد الأصوات اللي بتشكك في مبادئك، لأن الثبات ده هو اللي بيخليك تنام مرتاح الضمير حتى لو خسرت كل مكسب مادي كنت في يوم بتحلم بيه. هو اللي بيخليك دايما تبص لنفسك في المراية وتلاقي إنسان لسه زي ما هو، ما تغيرش. كل ما حدش قال لي هي فرصة لينا إننا نكون حد قال لي لنفسنا، وإننا نتعلم من أخطائنا وناخد قراراتنا اللي جاية بوعي أكبر وثبات أقوى. أنا محمد حلمي، وأنت كنت بتسمع حلقة من حلقات بودكاست غاوي حكاوي.